CSS أو ما يعرف بكاسكيدنج ستايل شيتس يعتبر حجر الزاوية في تصميم المواقع الإلكترونية الحديثة. تخيل أنك تشاهد فيلما رائعا. النصوص والصور الموجودة في HTML هي السيناريو والممثلون، لكن CSS هو مدير التصوير الذي يضيف الألوان والمؤثرات واللمسات الجمالية. ببساطة، هو الفن الذي يحول الصفحات الجامدة إلى تجربة بصرية فريدة. بدأت قصة CSS في عام 1996 عندما تم تقديمه لأول مرة. منذ ذلك الحين تطور ليصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لأي مصمم أو مطور ويب. هدفه الأساسي هو فصل المحتوى عن التصميم، فبدلاً من تضمين الأنماط مباشرة داخل HTML، يمكننا الآن استخدام ملفات CSS لتحقيق تصميمات أكثر دقة وسهولة. CSS يتيح لك التحكم الكامل في مظهر الموقع. يمكنك تغيير الألوان، الخطوط، التباعد، وحتى الرسوم المتحركة بكل سهولة. هل تريد أن تنقل نصاً من اليسار إلى اليمين، أو أن تجعل صورة تبدو وكأنها تطفو؟ كل هذا ممكن باستخدام CSS. من أحد أهم ميزات CSS هو مفهوم السلاسل المتتالية، والذي يتيح للأنماط الخاصة بعناصر معينة أن تتداخل أو تتغير بناء على السياق. هذه الميزة تجعل التصميمات أكثر مرونة وتوفر طرقاً متعددة للابتكار. لكن ال CSS ليس مجرد أداة، بل هو لغة متعددة المستويات، بدءاً من مبتدئين يرغبون في التحكم بألوان النصوص، وصولاً إلى محترفين يصممون تأثيرات ثلاثية الأبعاد ورسوماً متحركة مذهلة باستخدام تقنيات مثل CSS Grid و Flexbox. في النهاية، CSS ليس مجرد تقنية تضاف إلى المواقع، بل هو ما يمنحها الحياة. إذا كنت تسعى لفهم كيف يمكن للمواقع أن تصبح أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام، فإن تعلم CSS سيكون بداية رائعة. الآن السؤال هو: هل أنت مستعد لاستكشاف هذا العالم المذهل؟